صدارة أرسنال وتعثر جديد لليفربول، وعظمة سيمينيو ورجوع بيب جوارديولا للمنافسة. الجولة السابعة خلت الدوري مشتعل أكتر وأكتر. الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي كانت مجنونة بمعنى الكلمة. وخلينا في الأول كده نتكلم على الفانتزي، وعايز كل واحد ياخد سكرين شوت ويبعتها لي في الكومنتات. ما تنساش تدخل كمان الدوري بتاعنا، الكود اهو ظاهر وهتلاقي اللينك في الوصف وفي أول كومنت إن شاء الله. لايك وسبسكرايب وكوباية الشاي ويلا بينا. خلينا بس أوضح إننا لسه بادئين سلسلة الدوري الإنجليزي من الجولة دي، وهيبقى في جوائز إن شاء الله. مبدئيا كده أنا 64 نقطة، وطبعا نجم الجولة دي بالنسبة لي وبدون أي نقاش هو سيمينيو، مش كاسيدو ولا حاجة. الراجل طبعا عامل أداء خرافي من بداية الموسم، وهو اللي فارق معايا الصراحة الجولة دي. 18 نقطة لوحده قصاد فولهام. أكيد في ناس فرحت بالنقط اللي جابها كايسيدو أو هالاند، وفي ناس شالت صفر كبير من اللعيبة ما توقعتهاش. بس تعال نشوف مين خايش معايا الجولة دي، وابقوا قولوا له مين خايش معاكوا برضه في الكومنتات. طبعا كده أولها دوكو، مع إنه أفضل لاعب في الفرقة المباريات اللي فاتت، ولكن عمو جوارديولا قرر إنه ما يبدأش بيه أساسي، فطبعا نقطتين بس. والصراحة الواحد ما بقاش يضمن أي لاعب من السيتي غير هالاند انه يبقى اساسي مع جوارديولا اصلا. فان دي فين كان عامل اداء ونتائج جيدين جدا خلال الماتشات اللي فاتت، بس خيش برضو الجوله دي وجاب لي نقطتين. جواو بقى انا كنت مراهن عليه في ماتش ليفربول، وخصوصا انه كان بقاله كام ماتش مش كويس، فقلت هينزل يعمل حاجه، وخصوصا ان الماتش في ملعب تشيلسي. بس رهاني خسر الصراحه وبرضو جاب نقطتين. ونيجي بقى لعم جيكيرس، انا مقتنع انك لاعب جامد وهداف كبير، وهو اثبت ده الموسم اللي فات. هو الواحد كان حاطط عليه امال كتيره جدا انه هيعمل اداء احسن من كده بكتير الصراحه، بس انا بقالي كذا جوله مستحملك وهو ما جاش. وده يبين لك الفرق ما بين الدوري الانجليزي وباقي الدوريات التانية، وفي نفس الوقت بيبين لك قد ايه هي عظمه محمد صلاح. وخلينا ندخل في صلاح على طول. صلاح اتعمل عليه احصائيه انه اكتر لاعب اتباع قبل بدايه الجوله السابعه بسبب الاداء السيء اللي بيقدمه من اول الموسم، وده غير العاده بتاعت صلاح. الصراحه صلاح في خلال 6 ماتشات بس جايب 15 نقطه، ودي اسوأ بدايه لصلاح في اي موسم مقارنه باي موسم تاني هو لعبه في الدوري. بالرغم من الاداء السيء اللي بيقدمه، ده اللي خلى ارن سلوت يطلع يدافع عنه في المؤتمر الصحفي بعد ماتش تشيلسي. بالرغم انه مش هو بس اللي مقدم اداء سيء، الفرقه كلها ما جاتش سعادتك. ليفربول كسب مبارياته في الدوري كلها تقريبا بعد الدقيقه 85، وبالرغم من كتيبه الهجوم كميه النجوم اللي بقت في الفريق جالاكتوس حرفيا في انجلترا. وانا مش هتكلم على فيرتس لان اداؤه ما جاش الصراحه خالص، انا هسيبه دلوقتي يمكن يتعدل لوحده. احنا راشين في حيطه الموسم ده، ما انا قلت لكم حوار بوزا اللي قبل الموسم ده هينحس اللي جابونا، ما حدش صدقني يا ابني. دي طقوس الله يخرب بيتكم، جبتوا لنا اللعنه يا اسطى. انت اللي مستواك واقع يا اسطى، فكك من شويه الحاجات دي. مستواي انا اللي واقع، ما انت مش فاهم حاجه يابا. انا طالع عين اهلي مع اللعبه بتاعتك. جربت كده تشرح لإيزاك اي تكتيك ولا اي حاجه؟ حاولت وفشلت. انا مش عارف بيحصل معايا كده ليه بصراحه. مره نونيز ومره ايزاك. الواد لعيب بصراحه بس غبي فشخ. خلينا ندخل على أرسنال. هل تفتكر أرسنال هيحافظ على الصدارة بعد التوقف الدولي، وخصوصا ان الماتش الجاي قصاد فولهام يعني يعتبر ماتش سهل نسبيا؟ وكمان أرتيتا الموسم ده بعد وصول إيزي ورجوع ساكا وجيكيرس اللي بيحاول ومارتينيلي اللي جاي في فورمه الصراحه وزوباميندي وديكلان رايس فايقين كلهم، ورايا طبعا حارس المرمى هو اللي شايل الدنيا وشايلني في الفانتازي. الفرقه كلها الصراحه فايقه، وادائهم الجماعي تحس انه بقى فيه تحسن ملحوظ. لا يا ساك، تعالى وري بالمر ازاي بيكسب بره ارض. انا جبت جون على فكره قشطه، هنحسبه لك ب3 نقط. ثم انت بتقارن اتلتيكو بولبول دول بالبايرن يا اسطى؟ احنا بعون الله نكسب اي حاجه مقارنه بليفربول اللي هيلاعب اليونايتد. مش شايف اصلا اي حاجه، الاتنين مش شايفين. بس خلي بالك الماتش هيبقى في انفيلد، فليفربول لازم يكسب، ما قدموش حل تاني، لانه لو خسر هتبقى كارثه. ارسنال ممكن يمشي فيها اصلا، وخصوصا ان فريق زي توتنهام بيهبط جامد وراهم وعامل اداء ونتائج ولا اروع. وبورنموث الحصان الاسود للدوري السنه دي من وجهه نظري طبعا. الفرق بينهم وبين ليفربول نقطه واحده بس، ونقطتين عن ارسنال متصدر. بس مش عايزين ننسى جوارديولا اللي راجع للمنافسه بعد ما كسب برينتفورد. اي نعم كسب بصعوبه والاداء مش افضل حاجه، بس المهم انه كسب وبقى الفرق 3 نقط بس، يعني لسه في المنافسه وبقوه، ولسه الدوري طويل جدا، وجوارديولا بيعرف ازاي يرجع تاني كويس، وكلنا عارفين كده، وخصوصا انه رجع له رودري، وما ادراك ما رودري في الدفاع وقطع الكرة والاستحواذ، وخد بقى حاجة كتير قوي سعادتك.
مع فوقان هالاند ورجوع فودن واستمرار اداء دوكو المميز هيعرف يرجع تاني، بس هو يسيب دوكو في الملعب. يا كوتش كنتش متابع والله، كنت بتفرج على اليوفي ودورتموند فشخوا بعض يا ده هالاند يا راجل. ماتش خلص 4-4 وكان مدعكه. طب عاش والله. انت عملتوا ايه مع نابولي صحيح؟ كسبنا كبير. عاش يا رجاله. باختصار يا صديقي، الجولة السابعة كانت وجبة كروية جامدة جدا، أهداف ودراما تألق وانهيارات، وعلشان كده احنا بنحب كرة البريمير ليج، يوم فوق ويوم تحت، بس المتعة دايما موجودة. المهم الجولة خلصت والتوقف الدولي خلاص بيخلص، والشغل هيبدأ دلوقتي في التخطيط للجولة الجاية. عايزك تشاركني في الكومنتات، تفتكر مين خازوق الجولة اللي فاتت في الفانتازي من وجهة نظرك، ومين أحسن لعيبة تبدأ معاك الجولة الجديدة، وتوقعاتك لصدارة الدوري بعد فترة التوقف. سلام.